كريمه جمعه عبد الباقي رشدان الى فضيله المفتي محمد الصبحي. اللي ماشية قدامكم دي الحاجة خضرة الصواف، 85 سنة، من محافظة الفيوم، ست مكافحة من صغرها. جوزها متوفي وعندها 6 أولاد، 3 بنات و3 رجالة، وكلهم متجوزين وعايشة مع ابنها الكبير. خضرة رغم سنها الكبير لكنها بتشتغل، بتبيع زبدة وجبن وألبان للحبايب والجيران وفي الأسواق، عايشة اليوم بيومه، محبوبة من كل الناس. ورغم حالتها البسيطة لكنها كانت بتساعد أي حد محتاج مساعدة، ولو حد أخر عليها أي فلوس من البضاعة كانت بتعذره. ومن ضمن اللي كانت بتساعدهم وتديهم بضاعة شكك هي جارتها كريمة، اللي كانت كل ما تحتاج زبدة أو جبنة تطلب من الحاجة خضرة وهي تجيب لها اللي محتاجاه، وتقول لها منين ما يبقى معاكي ابقي ادفعي براحتك. الحاجة خضرة كانت عذراها لانها عارفه ان كريمه بنتها دنيا لسه مخطوبه جديد وبيجهزوا لعزلها. وفي يوم وخضرة بتدي كريمه الطلبات اللي طلبتها من الزبده والجبن، بتديهم لها من على البوابه في الشارع لانها ما بتدخلش بيوت حد. كريمه بتطلب منها 300 جنيه سلف، وقتها خضرة ما بتمنعش وتديها المبلغ اللي كانت لسه بايعه بيه بضاعتها. وفي وسط الكلام خضرة بتعدل طرحتها. كريمة وقتها بتسألها هو الحلق اللي لابساه ده دهب حقيقي ولا دهب صيني، بحجة انه شكله حلو وعجبها ولو كان صيني تجيب زيه. خضرة بترد عليها وتقول لها انه دهب حقيقي وعندها من زمان، من ايام ما كانت عروسة، و18 جرام اخر قطعة دهب محتفظة بيها، ومش راضية تفرط فيه علشان لما ربنا يأذن وياخد امانته ما تحملش اولادها مصاريف كفنها، وانها سايبة الحلق ده لجنازتها وتجهيز عزاها. وبعدها خضرة مشيت، لكن في اللحظة دي كريمة فرحت ودخلت البيت ونادت على بنتها الكبيرة دنيا وقالت لها خلاص انها لقت الحل اللي هيكملوا بيه فلوس عزالها. ولما دنيا بتسألها هيجيبوا الفلوس منين، امها بتقول لها من حلق خضرة الصواف 18 جرام. ودنيا بتفرح وبيقعدوا سوا يخططوا ازاي يسرقوا حلق خضرة، وبالفعل خططوا لكل حاجة. ويوم الواقعة 13 اكتوبر 2021 حفيد الحاجة خضرة بيصحيها ويقول لها ان ولدت بنت وتيجي علشان تشوفها. وبالفعل خضرة بتنزل لشقة ابنها وتشيل البنت وتقرا قرآن في ودانها وتطمن على مرات ابنها. وبعد شوية بتقول لهم انها هتنزل السوق لان النهارده سوق التلات. وبالفعل بتنزل وتروح السوق وتبيع البضاعه. وبعد ما بتخلص بتعدي على بيت بنتها ساميه المتجوزه تقعد معاهم ويفطروا. وبعد ما خلصت قعدتها مع بنتها قالت لها انها هتمشي، بس وقتها ساميه قالت لها انها هتوصلها او تبعت حد من اولادها معاها. لكن خضرة قالت لها ان البيت مش بعيد من هنا، كلها 50 متر، ايه اللي ممكن يحصل يعني في المسافه البسيطه دي، وسابتها ومشيت. لكن في نفس الوقت ده اللي كانت قاعدة في الشارع كريمة، واللي بيتها في نفس الشارع اللي فيه بيت سامية وبيت الحاجة خضرة. كريمة قعدت من الصبح وهي عارفة الوقت اللي خضرة بترجع فيه من السوق، وفضلت تراقب الشارع، وكل ما تشوف أولاد بيلعبوا في الشارع زي عادتهم تزعق لهم علشان يمشوا ومحدش يشوفها مع خضرة لما تنفذ جريمتها. حتى كمان لما شافت جارتها بتفتح دكان البقالة قدرت انها تقنعها انها تقفل الدكان وتروح تجيب بضاعتها الصبح قبل ما الزباين يجوا يشتروا منها. وبالفعل الجارة بتقفل الدكان وتمشي، وبكده كريمة قدرت تفضي الشارع تماما على ميعاد رجوع الحاجة خضرة. وبالفعل خضرة بتظهر في الشارع. وقتها كريمة بتنادي عليها وتقول لها انها عايزاها تتكلم معاها شوية في البيت ويشربوا كوبايتين شاي وتطلب منها طلبات، بس خضرة بتقول لها انها هتروح وهتجيب لها اللي هي عايزاه، وده لانها ما كانتش اصلا بتدخل بيوت حد. بس كريمة بتقدر تقنعها انها تدخل معاها البيت ويشربوا كوبايتين شاي وتقول لها على طلباتها وبعد كده تمشي. وبالفعل كريمة بتدخل على البيت وخضرة بتدخل وراها، وجوه كانت مستنياهم دنيا اللي كانت مراقبة كل ده. خضرة بتسلم على دنيا وتقعد معاهم. في الوقت ده كريمة بتسيبهم يتكلموا وتدخل المطبخ علشان تعمل الشاي. وبعد ما عملت الشاي حطت في كوباية الحاجة خضرة مخدر، وخدت الصينية اللي فيها كوبايتين الشاي وادت الكوباية اللي هي معلماها كويس لخضرة، وبالفعل شربتها. وبعد ما خلصتها اغمى عليها. في اللحظة دي دنيا بسرعة جريت وجابت الفوطة المبلولة مية وحطتها على بق خضرة على طريقة راية وسكينة. أما كريمة حطت إيدها على رقبة خضرة وضغطت عليها جامد لحد لما ماتت. وبعد ما خلصوا أخدوا الحلق اللي في ودانها وكمان فلوس المبيع اللي كانت مع خضرة، وجابوا شوال كبير وحطوها فيه. بعدها دنيا بتطلع من البيت علشان توقف توك توك، واول ما بتشوف توك توك بتوقفه قدام البوابه وتدخل تشيل الشوال هي وامها ويحطوه جوه التوك توك ويركبوا فيه ويمشوا. وبيوصلوا عند مكب نفايات كبير يوقفوا التوك توك وينزلوا ويحاسبوه، وبعدها هو بيمشي وهم بيرموا الشوال في المكب. وبعد ما يخلصوا يروح المحل دهب يعرفوه كويس جدا يبيعوا عنده الحلق. لكن الجواهرجي لما بيسالهم على الفاتوره بيقولوا له انها ضاعت، فالجواهرجي بيتغاضى عن الفاتوره مقابل انه يشتري
الحلق بسعر أقل من ثمنه الحقيقي، وكريمة ودنيا بيوافقوا، وبعدها بياخدوا الفلوس ويرجعوا على البيت ولا كأن في أي حاجة حصلت. وتمر الساعات وابن خضرة اللي هو سيد لما بيلاقي أمه اتأخرت على ميعاد رجوعها بيتصل على أخته سامية اللي بتقول لهم إن أمهم مشيت من زمان. أولادها بيقلقوا عليها ويسألوا الجيران لكن محدش شافها، فبيسألوا في المستشفيات لكن مفيش أي أثر ليها، فبيقدموا بلاغ بتغيبها في قسم الشرطة. وبعد مرور يوم عامل نظافة وهو بيلم النفايات بيلاقي الجثة في شوال، فبيبلغ رجال الأمن وبيتم تحويل الجثة للطب الشرعي وأخذ كل مواصفاتها. وبتطابق مواصفات الجثة في بلاغات التغيب عندهم بتنطبق على بلاغ خضرة الصواف. بيتم استدعاء أولادها وبيروحوا المشرحة، ولما بيشوفوا الجثة بيأكدوا إنها لأمهم. في نفس الوقت تقرير الطب الشرعي بيطلع وبيثبت إن خضرة الصواف جسمها كان فيه مادة مخدرة وماتت عن طريق الخنق. بتحريات رجال الأمن على علاقات خضرة ولو عندها خلافات مع حد، الكل بيشكر فيها وفي أخلاقها وإنها ست طيبة وفي حل. وبتتبع خط سيرها يوم اختفائها بنتها سامية بتأكد إن أمها قالت لها إنها هتروح على طول. وبسؤال الشهود والجيران لو حد شاف خضرة وهي مروحة، للأسف محدش بيشوفها. لكن أثناء التحريات رجال الأمن بيكتشفوا كاميرا مراقبة في الشارع، ولما بيفحصوها كويس بيشوفوا خضرة دخلت بيت كريمة وما خرجتش بعدها. وبعد شوية وقت كريمة خرجت ومعاها بنتها دنيا وفي ايدهم شوال، وكان نفس الشوال اللي لقوا فيه جثة خضرة في مكب النفايات. بيتم التحقيق مع كريمة وبنتها دنيا، بس بينكروا انهم اصلا شافوا خضرة اليوم ده، لكن بمواجهتهم بتسجيل الكاميرا بيتصدموا لانهم ما كانوش يعرفوا ان في كاميرا في الشارع، فبيعترفوا على الواقع بالكامل وسرقتهم للحلق وبيعوا عند الجواهرجي. وبيتم القبض على الجواهرجي اللي اشترى ذهب وهو عارف انه مجهول المصدر واللي ممكن يكون جاي من سرقة او عن طريق جريمة. في الوقت ده عيلة خضرة لما بيعرفوا ان كريمة جارتهم السبب في اللي حصل لامهم يرفضوا يعملوا عزا قبل ما ياخدوا بطار امهم. بيتجمعوا ويحصل مناوشات وحرق لبيوت عيلة عسران اللي هي عيلة كريمة وبنتها دنيا، وعيلة الصواف اللي هي عيلة خضرة، لانهم كانوا عايزين ياخدوا بطار امهم. لكن رجال الامن بيتدخلوا ويصلحوا بين العيلتين وقدروا يقنعوهم ان القانون هياخد مجراه، وبالفعل بيتم الصلح وتهدئة العيلتين وبيتم تمثيل الجريمة. وبعد التمثيل وثبوت التهمة عليهم، وفي يوم 21 مايو 2022 بيتم الحكم على كريمة بالإعدام. أما دنيا بنتها بيتم الحكم عليها بالسجن المشدد 15 سنة سجن لأنها كانت تحت السن القانوني. أما الجواهرجي بسنتين سجن. الحكم نزل صعقة على كريمة وبنتها وفضلوا يصرخوا إزاي كريمة تتعدم وبنتها تتسجن مقابل واحدة عمرها 85 سنة أرواحهم عزيزة عليهم، بس أرواح غيرهم هينة، لكن الجزاء من جنس العمل.